عمرك سألت نفسك هو ليه مثلا لما بروح ساعات الصيدلية احاول اشتري مثلا معجون اسنان او اشتري شامبو، ليه بيقول لي وبيعرض عليا مثلا الصيدلي او مسؤول البيع في الصيدلية والله ما حضرتك ممكن بدل ما تاخد ال 200 مللي في 600 مللي وعليه اوفر. طب هو نظريا لو هو انا خدت منه 3 علب 200 مللي هو هيكون كسبان اكتر. بس هو النهارده فكر ان لما بيبيع لك ال 600 مللي اللي عليهم اوفر، انت اولا كانك اشتريت خلاص 600 مللي، هو ضمنك لمده المده اللي انت هتستخدم فيها ال 600 مللي، يبقى حجزك مش هتروح تاخد من مكان تاني. تاني حاجه انت استفدت كعميل، فبقى في عندنا فكره الوين وين سيتويشن بقت متحققه. وده تكنيك شهير جدا في السيلز اسمه الاب سيلينج. يعني بحاول انا بقى في هذه الحاله وانا مسؤول عن البيع ان انا اكبر من قيمه الفاتوره عن طريق ان انا ببيع من نفس الايتم كميات او احجام اكتر من نفس البند، مش من بنود تانية، لان ده كان الكروس سيلينج وده كان محور فيديو تاني ممكن نبقى ناخد فكره عنه لو دورنا كده في الفيديوهات هنلاقيه. لو عجبكم الفيديو ممكن ناخد فكره عن بقيه الفيديوهات. تسعدني جدا متابعتكم. كان معاكم تامر المغازي. السلام عليكم.